اذاعه. اه طبعا مفيش مشكلة. اتفضل يا استاذي، اتفضل. بصي، انا موضوع كبير شوية. تمام. اتفضل. انا انا اتجوزت عن قصة حب. امم. تمام. اتجوزنا في البداية، احنا كنا بنحب بعض وحاولنا كتير، يعني احنا تعبنا كتير جدا على ما اتجوزنا. امم. تمام. كان في اختلافات في الاول وحصلت مشاكل كتير في الاول، امم. بس الحمد لله اتجوزنا. تمام. امم. بعد ما اتجوزنا حوالي كام شهر كده، انا كنت طبعا عايش في بيت اهلي. بعد امم. ما اتجوزنا بحوالي كام شهر حصلت مشاكل، خلافات عائلية عادي بينها وبين اهلي انا والدي متوفي. فمشاكل بينها وبين اخويا، بينها وبين والدتي. يعني انا الله اعلم هي المشاكل دي حقيقية او لا، يعني بس انا اللي كان بيتحكى لي انا هو كنت انت مش بصدقها موجود؟ بكل حاجة. كنت موجود، يعني كان في اوقات ببقى في شغلي امم. والمشاكل دي انا بعرفها في التليفون. تمام. تمام. فأنا بسبب المشاكل دي كانت في خلافات دايما بيني وبين والدتي، بيني وبين أخويا. امم. يعني كان ومين فيهم اللي خلافات كان بيبقى عادية. ظالم؟ مين اللي بيجي على التاني؟ والله يعني أنا مش عارف، يعني ممكن يبقى سوء فهم من من أخويا الاتنين. مثلا. امم. يعني فأنا مش عارف. فالمهم إن خلال الفترة دي والدها، هما المستوى اللي هم عايشين فيه يعني أعلى من المستوى اللي أنا فيه شوية، مش تمام. كتير بس شوية. تمام. فوالدها عرض عليا، قال هو عنده بيت مكون من 3 أدوار، هو عنده ولدين، عنده بنتين وولد. امم. فهو قال لي أنا عامل لكل بنت منهم شقة فتعالى ولابني عيش شقة، مع مراتك في عندي انا. تعال عيش عندنا. تمام. أنا في الأول رفضت. هي فضلت معايا وقعدت تقنعني، وده بيتنا وشقتي بعد فترة طويلة أنا وافقت. تمام. امم. ورحت عشان أعيش معاهم. أنا خلال الفترة دي طبعا حصلت مشاكل كبيرة جدا بيني وبين أهلي، إن هم مش عايزين نمشي امم. ومش هينفع. حصلت مشاكل وخدت انا ما خدتش عزالي، انا خدت عزالها هي بس. الحاجات تمام. اللي هي كانت جايباها. بس امم. وبقيه العزال كان مننا في الشقه التانية. امم. يعني حصلت انت مشاكل سبت جزء كبيره. من عفشك اللي هو عفشك، انت سبته في شقتك اللي هي عند بيت مامتك؟ سبته في شقتي اه. حصلت مشاكل كبيره وقطعت علاقتي باهلي تماما. امم. ما عدتش بكلمهم خالص. وبعد امم. كده رحنا عشنا في بيت اهلها. امم. قعدنا عايشين في بيت اهلها لغايه ما خلفت اول ولد. امم. بعد الفترة دي يعني للحق برضو للأمانة، في البداية أهلها وقفوا جنبي في حاجات كتير امم. وكانوا كويسين معايا جدا. امم. طب وأنا معلش والله خليك اسرع، قول العظيم. لي فين المشكله؟ طيب تمام. المشكلة أنا بعد كده أنا سافرت. تمام. اه، جالك فرصه سفر وسافرت؟ هو والدها امم. بيسافر الإمارات. امم. تمام. فهو جاب لي عقد عمل وقال لي أنت هتسافر معايا وبعد كده أبقى سدد حقه بعدين. طيب. فأنا سافرت الإمارات برضو امم. عشان أكون سريع مع حضرتك. انا اول سنه ولا اول سنتين في السفر كانت الامور تمام، مفيش اي حاجه. وفي السنتين دول قطعت والدتك تماما؟ كنت مقاطع اهلي ولا تماما. بتشوف والدتك واكيد ولا بتوحشك؟ اكيد طبعا ولا بكلمهم ولا اي حاجه. وقدرت تستحمل قليل. سنتين ما تشوفش امك؟ والله يعني يعني مش هقول لك آه اخوك، وارد الواحد دي قلبه يجفى ناحية الاخ، مع ان برضو الاخ غالي قوي. بس ازاي امك قدرت سنتين ما تشوفهاش؟ كنت مغيب. امم. كنت مغيب شويه. امم. المهم، انا بعد ما سافرت اول سنتين كانت الامور تمام. اول امم. اجازه نزلتها، انا نزلت اجازتين صغيرين كده، اجازه عشان اشوف ابني لما اتولد. امم. الاجازه الاهم بقى، امم. انا نزلت في اجازه. هي قالت لي هات خط اتصالات لنفسك تشتغل بيه في الاجازه وانت مسافر هتسيبه لي. امم. فانا قلت لها ماشي. رحت جبت الخط. احنا عايشين في بلد اصلا كل الناس اللي فيها بتستخدم شبكه اورنج. امم.
فانا قلت لها طب اشمعنى ان احنا نشتغل بالخط ده؟ باتصالات. لا، اتصالات احسن، شبكته احلى. اقتنعت ورحت جبت خط اتصالات. مم. انا وانا بجيب الخط عملت عليه باقه. ففي الفرع اللي انا بجيب منه الخط قالوا لي نزل برنامج مي اتصالات عشان تتابع العروض والعروض وتتابع الباقه بتاعتك. تمام. انا خلال الاجازه دي يا استاذه مروه كان في شاب سواق توك توك، مم. كان دايما بيجي يوديهم مشاوير وكلام من ده حتى وانا مسافر. مم. بيوديها هي والدتها مثلا؟ هي والدتها، هي واختها كده. مم. فانا لقيتها هي والشاب دوت يعني في عشم كبير بينهم جدا. متكلمين مع بعض في الواتساب؟ لا، مش الواتساب، يعني هم بيتكلموا قدامي انا شخصيا، يعني في عشم كبير بينهم. في حتى التليفون؟ خلال فترة الأجازة حصل منها كذا موقف وكذا حاجة قدامي ما تعجبش أي حد. ازاي يعني؟ عملت ايه؟ يعني في يوم كنا خارجين وهو هيجي يودينا المشوار اللي احنا رايحينه ده، اه. كنت أنا وهي ووالدتها وأختها، فكنا عددنا كبير. مم. تمام. فاحنا نزلنا قدام باب البيت، فهو واقف فبيقول لي انا هجيب توك توك تاني عشان ياخدنا كلنا. مم. قلت له تمام ماشي. فقام جاي قايل لها طب يلا اركبي انت وهم هيجوا ورانا. ركبت وسابتني ومشت مم. وانا واقف قدام باب البيت. وركبت هي معاه ومشوا؟ ومشوا هي اه. واختها ومشوا وانا واقف. يعني انا وقفت. التوك توك خد 2 بس؟ ما هي ركبتش معاهم واختها ليه؟ هي واختها وابني. وانا استنيت والدتها اما تنزل عشان نركب التوك توك التاني ونمشي وراهم. اه. بعد كده يعني كذا موقف في الاجازه بنفس المنظر ده ما عجبنيش، حاجات زي كده كتير. مم. تمام. ومره كنت واقفين قدام البنك، كنت بسحب فلوس من البنك، فانا ببص على التوك توك وهم راكبين فيه لقيته لافف نفسه خالص عليها كده وعمال يهزر ويتكلم. فانا ما اتخانقت معاه يعني كتير. واخدين عليه الموضوع، بس مش مجرد انه بيوصلهم فيه عشم وبيتكلموا والكلام رايح بالظبط. جاي. بالظبط. ويعني يجي تحت البيت تبص من البلكونه هي ولا حاجه، اعملي لي قهوه تقول له حاضر يعني. بتعمل له قهوة؟ يعني انا مدمن قهوه. وهي طبعا يعني انا بخليها تعمل لي القهوه بصعوبه. بتزهق مني في موضوع القهوه ده. لا، ولقيته هو بيطلب وهي بتعمل له عادي؟ في ثانيه حاضر. تمام. كان ايه رد فعلك؟ انا اتخانقت معاها كتير في الاجازه، خناقات كبيره، واتخانقنا خناقات جامده جدا لحد ما الاجازه قربت تخلص وخلاص خلصت وسافرت ومسافر. اليوم اللي انا مسافر فيه كنت انا شفت ايميله عندها. فازاي ايميله يجي عندك وبتاع؟ فقعدت تعيط وما تزعلش، وانا والله ده انا مش عارف ايه، وانا والله عامله له بلوك ومش هكلمه، وانا عارفه ان انت مسافر وقلقان ومفكرني بعمل حاجه غلط او كده. فانا قلت لها طيب يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب خلاص والله العظيم سافر وانت مطمن، وانا عمري في حياتي ما هعمل حاجه غلط. طبعا انا مديها ثقه جامده. المهم انا سافرت. بعد ما سافرت يا استاذه مروه بشهرين ماسك تليفوني وبقلب فيه، لقيت برنامج مي اتصالات اللي انا كنت منزله. فتحته. فانا بقول يعني فتحت البرنامج لقيت مكتوب تتبع سجل المكالمات. سكيت عليه. طبعا هو رقمه متسجل عندي ايام ما كنت في الاجازه. لقيت السجل كله هو؟ لقيت السجل كله. يعني في نفس اليوم اللي انا سافرت فيه يا استاذه مروه. انا مسافر الساعه انا مش فاكر التوقيت بالظبط، بس انا مسافر مثلا الساعه 10 بالليل، الساعه 10 ونص مكلمه نص ساعه. ومكالمات تانية بقى 18 دقيقة و15 دقيقة و20 دقيقة و8 دقايق و7 دقايق، وفي أوقات غريبة الساعة 8 الصبح والساعة 12 بالليل، وأوقات غريبة. وبالأخص اللي لفت نظري جدا يوم كانت هي راحة تكشف عند الدكتورة بتاعتها، وهي اتأخرت جدا في اليوم ده. وحصلت مشاكل ان اتأخرت ليه وكده، لقيتها مكلمة في اليوم دوت يجي 4 مكالمات أو 3 مكالمات. تمام. اتصلت بيها واتخانقت معاها. ازاي ده؟ في الاول قالت لي انت كذاب وانت مفبرك الكلام ده وده متفبرك وانت مش عارف ايه. والدتها كلمتني
ازاي ده يحصل؟ قلت لها والله انا بقول الحقيقه، يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي. طب انتوا مش مصدقين وبتقولوا البرنامج متفبرك؟ اقفلي، انا هرن عليكي تليفون دلوقتي، هتكلم معاكي دقيقتين وهبعت لك سكرين شوت بالدقيقتين اللي انا اتكلمتهم. بالفعل عملت كده وصدقت. والدتها غابت شويه، طب انا هشوف الموضوع مش عارف ايه. والدها معاك جت في الامارات؟ موجود معايا. حكيت له؟ ما حكيتلوش. تمام. والدتها لما عرفت قالت لي ده هي بتحلف وبتعيط ان هم بيتكلموا مع بعض عادي، مفيش بينهم حاجه. ده الفكره كلها ان هو في مشاكل بينه وبين مراته وهو بيحكي لها عنها، واصل مراته مضايقاه، كلام زي كده. طبعا انا هقول لك اللي حصل وطبعا هتغلطيني فيه. طب انا قولي سامحت اسرع وعديت معلش، عشان الموضوع ده. انت بقى يعني الوقت، يعني قولي اسرع. تمام. تمام. فانا سامحت والموضوع ده عدى. تمام. عدى عليه فتره. من بعد الفتره دي الاهتمام بدأ يقل بطريقة فظيعة، لدرجة ان في اوقات كنت اقول لها ان انا تعبان، ما كانتش بتقول لي الف سلامة حتى. تمام. اخر مشكلة حصلت، عشان اجيب لحضرتك الاخر خالص، وطبعا في مشاكل كتير جدا حصلت خلال الفترة دي. قلة اهتمام على مشاكل عادية بيني وبينها. هي على بطلت بقى مشاكل تكلم الولد ده؟ المفروض. تمام. في المشاكل الأخيرة، آخر مشاكل خالص، كانت والدتها جت هنا الإمارات. جت هنا جاية زيارة لأبوها، قعدوا معانا هنا. وهي جت معاها مراتك؟ لا، كانت هي في مصر. في الفترة اللي والدتها كانت فيها هنا، كانت خرجت كذا يوم ورا بعض وتتأخر جدا، وأنا دايما أقول لها اما تبقي خارجة خلي معاكي نت. تقول لي أصل ما فيش شبكة، أصل مش عارف إيه. طيب تمام. جينا في يوم انا اتصلت عليها، كانت المفروض ان هي بتودي اختها المدرسه تمتحن، وبتستناها تخلص الامتحان وتاخدها وهي مروحه. فانا اتصلت عليها في اليوم دوت يا استاذه مروه حوالي 30 مره او ازيد من 30 مره. ما بتردش عليا. زياده عن ساعه برن عليها ما بتردش عليا. اتصلت باخوها قلت له شوف اختك فين، عشان انا برن عليها كتير ما بتردش. اخوها قال لي ماشي وهنزل اشوفها. فين؟ بعد وقت كبير ردت عليا، كنت انا ساعتها برن فيديو. اول ما فتحت شافت المكالمه فيديو، قفلت السكه ورنت صوت. انت فين؟ قالت لي انا عند المدرسه بتاعت اختي. قلت لها طب انت كنت فين؟ اصل انا كنت بجيب لها حاجات عشان البريك. طب البريك بتاع الامتحان مش كبير كده، انت بقالك ساعه. المهم انا لسه بتكلم، ما هو انا لسه بتكلم معاها، قفلت معايا، قالت لي انا بكلم اخويا ثواني. قفلت معايا، كلمت اخوها 3 دقايق. برن عليها تاني لقيتها في منطقه تانية غير اللي هي قايله لي عليها، اللي المفروض مدرسه اختها فيها. وانت عرفت منين هي اللي قالت لك؟ ما هو انا رنيت ساعتها فيديو بقى ولقيت المكان اللي هي فيه. طب ازاي ده؟ قالت لي انا لما اخويا زعق لي ركبت ومشيت. طب المنطقه دي للمنطقه دي بتاخد وقت كبير. المهم حصلت مشكله كبيره ونزلنا انا وهو والدها اجازه عشان نحل المشكله دي. ونزلنا. خلال المشكله دي احنا لما نزلنا مصر انا وهو، بص يا استاذه مروه، نسوا المشكله تماما ومسكوا في حاجات انا قلتها في الوقت ده، ان انا اتعصبت وشتمت وقلت الفاظ مثلا كده او كده، وطبعا ده من حقي. سابوا المشكله كلها ومسكوا في اللي انا عملته. طيب وصلنا لفين دلوقتي؟ ووصلنا ان الموضوع اتراضى خلال الاجازه الاخيره دي، والامور اتراضت. بعد كده الاجازه طبعا انا قعدت اجازه منيله في 60 نيله. وبعد كده سافرت تاني. كان والدها سبقني وانا سافرت بعده. اخر مشكله خالص، هي كانت رايحه تصور بنتي يوم عيد ميلادها في مكان معين. قالت لي انا رايحه اصورها. قلت لها ماشي. راحت تتصورها في المكان ده. اكتشفت بعدها لقيتها منزله ستوري على النت ان هي في مطعم. ازاي؟ مش عارف. طب انت ازاي رحت المطعم ده وما قلتليش وكده، وانت مكلماني بره وانت بره ومعاكي نت؟ قعدت تلف وتدور عليا ان في واحده صاحبتها مش عارف ايه. طيب انا قمت متخانق معاها، وازاي تخرجي من غير اذني، وازاي تروحي كده او كده. طبعا كل مشاكلنا بسبب كده يعني.
المهم عشان ما اطولش على حضرتك، والدها المشكله من هنا بقى. والدها لما عرف قال لي قابلني، نتقابل في مكان في كافيه ونتكلم. قابلني والله العظيم يا استاذه مروه، قعد في الكافيه، انت زي ابني وانا بحبك وانا مش عارف ايه، واللي انت بتعمله ماشي انت عندك حق فيه، وانا من ساعه ما عرفت وانا مبهدلهم في البيت وعملت وعملت وعملت. احلى كلام اتقال. انا عن نفسي بعد ما كنت تعبان نفسيا اترضيت. وكنت بقعد، اترضيت. كان هو واحد كمان وانا اترضيت. بعد ما مشي انا كان معايا الايميل بتاعها بعرف افتحه، ففتحت الايميل بتاعها يا استاذه مروه بعد ما والدها مشي بيومين، بعد الكلام ده بيومين. فتحت الايميل بتاعها وكانت الصدمه الكبيره هنا بقى. ايه بقى؟ انا لقيت كميه رسائل بينها وبين ابوها، شتيمه عليا مفيش بني ادم في الدنيا يستحملها. هي وابوها. ابسط الكلام هي بتقول له، مش بتقول له يعني ده هو مزهقني، ده مش عارف ايه. فبيقول لها لا، ده انت براحتك، ده انت قاعده في بيتك وانت اللي في ايدك كل حاجه، ووقت ما يزعلك هتقول له اطلع بره. وهي بتشتم وانا هعمل طيب وهعمل انتوا وهعمل هي فيه. لسه على ذمتك ولا سبتها؟ اكيد طبعا لا، اكيد عمري في حياتي ما هقبل واحده زي دي تبقى معايا. يعني انت طلقتها اه وعيالك؟ معاها. طب ما فين شفتهمش لغايه سؤالك؟ النهارده. انا اللي انا عايز اساله لحضرتك يعني، انا عملت ايه استاهل اللي حصل معايا ده كله؟ لا انت عملت يعني اضحك عملت عليك، انت ايه؟ عملت. انت يكفي انك زعلت قلب امك منك. انت عملت، انت فقدت البركة اللي في حياتك، واللي البركة تنتزع من حياته يشوف يعني الويل. فانت نزعت البركة بايدك من حياتك يوم ما قعدت سنتين ما تشوفش امك. انت رجعت لامك ولا لا؟ طبعا. طيب. والموضوع ده يعني هو ممكن يعني مش ممكن، لا ده اكيد رجع علاقتي بوالدتي وباخواتي احسن من طب الاول. كويس، عشان هم حلوين وعشان هم كويسين وعشان هم جدعان. والله العظيم لا ممكن ناس بجد غيرهم يعني. كانوا يقولوا لك لا انت خلاص طالما بعتنا وقعدت بالسنتين واكتر ما تشوفناش فانت مالكش امان. فانت عملت يوم ما تنزلت عن كيانك كراجل وكنت عايش في بيتك متهني ومتعزز تروح عندهم. فده برضو كانت غلطة منك، يعني بعت أهلك ورحت ببيتهم وده ما كانش صح. فهم ابتدوا يحسوا يعملوا فيك ما بدلهم وانت توافق. تاني حاجة، مراتك مش من الستات اللي في غيابك تقدر تصونك. في ستات كده عايزة الراجل يبقى حواليها ومعاها وطول الوقت حواليها. اليوم ما هيبعد وهيشتغل هي بتبتدي تتعرف على ده وتتعرف على ده. ممكن يعني ما تعملش حاجة غلط لدرجة وحشة يعني. لا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذه مروه بعد اذنك يعني. انا طبعا حكيت لك على واحد بس، انا عشان مش عايز اطول في المكالمه. هو في تاني؟ ده مش ده كتير. طيب ما هو ده اللي انا بقوله. ده في كتير نوع يعني. في على في النت انا انواع من لما فتحت السيدات كده. ايميلها، انا لما فتحت ايميلها لقيت ناس، واحد بعت لها وحشتيني طيب ما هو انا وحشتيني بقول قوي لك في وصديقه انواع عندها، من السيدات ولقيتها كده. مكلمه فكرة ان واحد. انت بعدت عنها مخليها خلاص بتعرف ده وبتعرف ده وبتعرف ده وعايشة الحياة بالنسبة لها بقى. ما تقرفنيش، انت مش سافرت، انا عايشة حياتي. فانت غلطت في حق نفسك وغلطت من البدايه. لما يعني المفروض ان انت كنت لقيت السلوك ده وحوار سواق التوك توك كنت توقف في المهزله دي، لا تاخدها معاك لا تنفصلوا. لكن انت كملت واستحملت وعشت في ضغط، واكيد ده كان مأثر على شغلك واكيد ما كنتش مركز في شغلك. اكيد. فده كله أثر عليك. دلوقتي خلاص انتوا انفصلتوا بالمعروف. شوف ولادك وحاول ان انت تشوفهم وتعامل فيهم ما مش ربنا. عارف اتواصل معاهم. لا حاول تتواصل معاهم وحاول تكلم ابوها وتقول له عشان خاطر العيش والملح ولازم اشوف ولادي. اكلم مين يا استاذه منى؟ يعني اكلمه بناء عن ايه؟ واحد بيقول لي كلام في وشي ومن ظهري بيقول لي كلام انت تاني، انت ليك اكلمه عنده بناء ليك عن عنده ايه؟ ولد وبنت. كلمته قبل لازم كده المواضيع قلت تمشي له انا عايز بالمعروف. اشوفهم. كلمته قبل كده قلت له عايز اشوفهم، بعت لي صورهم. بعد كده كلمني مره تاني قلت له عايز اشوفهم، طيب عايز اكلمهم في التليفون. قال لي طيب ماشي هشوف دي اللي هو عشان يروح يسالهم هيوافقوا ولا طيب لا. قول له ومن ساعتها انت ما لو ده ردش ما عليا. حصلش لازم تاخد موقف قانوني ويبقى لك حق الرؤية. لو سمحت اعمل طب كده. هاخد موقف قانوني ازاي وانا في بلد وهم في بلد؟ لما تنزل خد اجازة وانزل
خد اجازه وانزل وقول انا عايزه اشوفهم، وان انت لما تنزل اجازات يبقى ليك حق انك تشوفهم ويباتوا معاك يوم ولا حاجه. اعمل كده، دول ولادك، ما ينفعش ان هما ما يبقاش في ابوهم في حياتهم. فانت غلطت كذا غلطه ولازم تصلح الغلطه دي، ان عيالك ما يبقاش انت مالكش وجود في حياتهم. انت عندك بنت ولازم تبقى في رقابه في تربيتها. لا اما سيب الشغلانه بره خالص وانزل واستقر واشتغل اي شغلانه هنا، بس يبقى اولادك تحت عينيك وتشوف بنتك وتراقبها، طالما انت كمان شايف ان الام مش اهل ثقه انها تربي البنت. لا ثقة ازاي؟ ده ما عملتش يعني. انا عملت معاها قسما بالله اللي ما في بني ادم في الدنيا بيعمله، بس طيب ما قدر الله ما بتردلي في شاء حاجة فعل، تانية. وربنا يعوض عليك بالخير. والحمد لله انها جت على قد كده، والحمد لله ان انت اكتشفت وما فضلتش مغيب ولا فيش فاهم حاجه. اهم حاجه ولادك ولادك ولادك، اوعى الصله اللي بينكم تتقطع، ولا ان ما بقاش ليك وجود في حياتهم. ولادك محتاجينك، الولد محتاج لك والبنت محتاجه لك، غصب عن اي حد. هم ولادك وانت ابوهم، وهتفضل العلاقه بينكم. بس ما تسكتش وما تستسلمش وخلاص، وهو ده اللي هعمل ايه، انا حاولت لكن هم مش راضيين. لا دول ولادك، ليك حق انك تشوفهم وتاخد بالك منهم وتهتم بتربيتهم وتشوفهم ناقصهم ايه وتصرف عليهم، فليك كامل الحق. فمعلش حياتك وتستاهل منك انك تيجي وتشوف ولادك وتشوف استقرارهم وحياتهم وتوفر لهم امان، لان وارد انها تتجوز برضو، لازم تشوف مستقبل ولادك وهي هتتجوز اكيد. يعني بالفكر ده هي مش هتستنى، فهي هتتجوز، فولادك ليهم حق عليك. وانا بقول رسالة لاي حد بيسمعني، هو اكتر غلطة عملها لما زعل امه، صدقوني لما زعل امه نزع البركة من حياته، لما ساب بيته وساب مملكته وساب حياته وكيانه وراح في بيتهم. يا جماعة ما ينفعش، حبوا مراتاتكم بس يبقى في اتزان ويبقى ليكوا وضع وكيان. ما ينفعش تتنازل وتزعل امك منك عشان خاطر مراتك. ولو حتى مراتك خدت جنب لازم تود امك، لكن قلبك قدر سنتين ما تشوفهاش وكنت عايز تشوف خير، انت عمرك ما كنت هتشوف خير. قعدت سنتين قلبك جافي وقاسي على امك، او اكتر من سنتين عينك ما شافتش امك وعايز تشوف خير. طب افرض كان جرى لها حاجه، افرض كانت عمرها انتهى بعد الشر، كنت هتعمل ايه؟ وكان هينفع يمكن. الحمد لله ربنا كريم ان لسه ربنا مطول في عمر امك، لكن انت غلطت غلط كبير يوم ما خليت امك تزعل منك، ويوم ما قدرت تبقى جافي وتقعد بالسنتين ولا سنتين ونص عينك ما تشوفش امك. ودي كانت النتيجة الطبيعية. ربنا يعوضك في اللي جاي برضاها عنك ودعاها ليك، وولادك كمان يبقوا حواليك. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.